السلام عليكم أعزائي وأحبتي متابعي ومحبي مسلسل سلطان محمد الفاتح، وأهلا بكم إلى تحليل الإعلان الثاني للحلقة القادمة 52 من المسلسل. أولا نشاهد جانب من الإعلان ثم نعود للحديث. Hayır, kelam bitti. Dişe, diş, kana kan. Beni unutanın akıbeti de, hükmü de bellidir. Kalemi kıran hünkâr ama kırdıran kim İshak Paşa? Aslı! Buraya kadarmış. Neden? Onları bile bile tuzağa götürdüm. Ellerindeki kağıtları almamız lazım. Sizi ona götürecek bir bilgi öğrendim. Raşibeli'nin kazanından nasiplenmiş, Göklü peygamberin ocağına yetişmiş yiğitler. Yetişmiş ha! Allah Allah! Gayrı vakit, hainleri gazabımızla yakıp kavurma vaktidir. والآن يا أصدقائي كما شاهدنا في الإعلان رأينا السيد إبراهيم، ورأينا أنه متحمس جدا للمواجهة مع السلطان محمد، وهذا دليل على أنه لم يصدق أن ابن السلطان محمد بايزيد بريء من تهمة قتل كنته، لذلك سيصر على المواجهة والانتقام والثار، وهذا ما يبدو أننا ذاهبون إليه في الحلقة القادمة. وفي المقابل رأينا السلطان محمد وهو يشحذ همم المقاتلين في الإنكشارية وكذلك في بلاط الديوان الملكي للمواجهة، ويبدو أنه قد وصلته أخبار عن استعدادات السيد إبراهيم وبني قرمان للمواجهة. أما في الطرف الثالث وهم بنطس والمتعاونين مع إمبراطور بنطس، يبدو أن هنالك مؤامرات ستحدث وسنراها من خلال الحلقة القادمة، من بينها ربما أن فلاد دراكولا سينضم إلى هذه المؤامرة، وستحدث مواجهات كثيرة وكثير من الحيل والألاعيب التي ستتكشف من خلال ما سنشاهده في أحداث الحلقة القادمة. لكن ما أستطيع قوله في هذا الشأن هو أن السلطان محمد عندما قال سنحرق الخائنين بغضبنا، فبلا شك أنه يقصد أولا السيد إبراهيم، ثم ربما أنه يقصد فلاد دراكولا، لأننا رأينا عندما ظهر الإعلان لحظة قول السلطان محمد لهذا القول ظهرت صورة السيد إبراهيم ثم صورة فلاد دراكولا، وهذا يعني أن الخائنين هم السيد إبراهيم وفلاد دراكولا، ولذلك سيعمل السلطان محمد على الانتقام وضرب هؤلاء الخونة، وثم يتوجه إلى بنطس لمواجهة الإمبراطور بنطس. إذن يا أصدقائي يبدو أننا أمام تغيرات وتحولات دراماتيكية من خلال ما سيحدث في الحلقة القادمة من أحداث ومن تطورات. إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الفيديو المختصر والمتواضع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وألتقيكم في فيديو قادم. إلى ذلك الحين وذلك الملتقى دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.